ليه بنقول على العيد الكبير العيد؟ تعالَ نحكي لك القصة من الأول. العيد الصغير بييجي بعد رمضان، وبيكون بعد 30 يوم صيام وعبادة. العيد الكبير بييجي في وقت الحج، وبعد وقفة عرفات اللي الناس كلها بتصوم في اليوم ده لو هم ما بيحبوش. ده تاني دقيق العيد فرحة. وطبعًا العيد الكبير بيبقى فيه ذبح، لكن العيد الصغير بيبقى فيه كحك، فبالطبيعي العيد الكبير يبقى كبير لأن فيه ذبح. انت اتخنقت قبل ما اذبح. طب ليه فعلًا كبير؟ لأن مرتبط بسيدنا إبراهيم وذبحه. العيد الكبير في اللمة والفرحة واللحمة والعيدية اللي برضه بتبقى كبيرة في العيد الكبير وصغيرة في العيد الصغير. الموضوع مش كده. العيد الكبير كبير في المعنى، العيد الصغير صغير في الفرحة، فرحة الفطار بعد 30 يوم صيام. قولي لي بقى،